بسم الله والصلاة على رسول الله. أصدقائي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بأخبار النادي الإفريقي. كينزومبي تار النادي الإفريقي على حساب نادي مازامبي خاصة، وأن عقد اللاعب قانوني وكلا الإجراء تسليمه، إلى أن الجامعة الكنغولية ترفض تسليم اللاعب للبطاقة الصفراء، والإفريقي يتوجه إلى الفيفا للحصول على بطاقة اللاعب لتخول لها المشاركة في المباريات. وفي مصادر صحفية كنغولية أكدت أن فريق مازامبي رفض التفريط في اللاعب فيليب كينزومبي للنادي الإفريقي، مما يعني أن الصفقة ستظل معلقة، وبذلك لا يمكن للاعب المشاركة مع النادي الإفريقي. عوده اللاعب حمزة الخضراوي إلى تدريبات فريق باب جديد، وإن شاء الله سيكون اللاعب جاهز لخوض لقاء فريقه في الجولة الثانية من البطولة التونسية يوم 22 ضد شبيبة العمران. أيضا اللاعب عبد الملك كلاش سيكون ضمن تشكيلة النادي الإفريقي في الجولة القادمة، نظيراً للمردود المميز الذي ظهر به اللاعب.